عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ عامله لكم شويه سمك كده بلطي زي العسل كده، وشويه رز صياديه جميله والله العظيم، وشويه سلطه. سيبوا السمك وامسكوا في السلطه، الطعم روعه وتحفه. نصلي بينا على النبي كده ونشوف مقاديرنا ايه. اديني انا ناجعه السمك وفتحاه من هنا ومن هنا من الظهر، ونجعاه بالخل والليمون والملح، وسبته كده على جنب بشطفه تاني لما ادج التوم. معايا توم، معايا فلفل اسود، معايا كزبره، معايا ملح، معايا كمون، معايا شطه والتوم كله والتوابل ديت، ومعانا ايه ليمون، ومعايا خل. هدجهم في الهون كلهم، احط الخل مع ليمونتين كلهم ادجهم فين في الهون علشان يصبح طعمه حلو. اديني بتبله معاكم، بحطه في الظهر كده في الفتحه وفي البطن في كل حته، واسيبه ايه يتنجع شويه كده من الحياج علشان ياخد الحياج ويبقى طعمه تحفه يا جماعه لما بتخلوه والله العظيم. وهم مشوي السمك بلدي كده اهوت، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، تحفه يا جماعه بصراحه يعني. اللهم صل على كامل النور. شايفين الجمال؟ اهم حاجه نظافه السمك. اديني تعالى نجحته كده وسبته. تعالى نعمل كده الرز الاصفر. معانا كده بصلايه حلوه، هنحط معلقه كركم كده مريحه، اللهم صل على كامل النور. وايه ده زيت معاه، ومعلقه ملح، يعني ده معلقه كركم مع معلقه ملح مع البصلايه. وبعد ما كده تصفرت هنزل بيها بالرز، ونصلي بينا على النبي كده يا جمال، يا تكات يا حركات، والريحه تحفه يا جماعه. مش عارفه اقول لكم ايه. اهم حاجه نظافه السمك. وشايفين والله وحبه رز جمال 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 جمال، الطعم تحفه والله وروعه. ادينا ايه هحركه. ودي معايا كزبره وفلفل اسود حطيتهم عليها علشان يدوا طعم ونكهه جميله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ولا كتر لولي كده بتد والله الطعم خرافه في الرز دواتي. والله جربوه اعملوه غاليه كده بعد ما خشور غاليه كده شويه ميه، ونزلت بيه كالعاده. بقول لكم نطلع بعقل الصابع من ايه من الميه من الرز، ونسيبها يغلي ونوطي عليها. اللهم بارك، اللهم صل على كامل النور يا جماعه. ادينا ايه هنحط الزيت كده يغلي، وحطينا ايه الليمون اللي انا ايه جشور الليمون معاه علشان يدي طعم جميل. ادينا هتبل بالدقيق كده، هغلف السمك بالدقيق. انا حاطاه في الدقيق معلقه ملح في الدقيق علشان يدي طعمه جميل. وادينا بغلفه كده وانفضه قوي زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ما تمشيش وتسيبوا الفيديو، فيديو سهل وبسيط، حاجات امهاتنا بتاع الزمان مش متفزلكين فيها، عملناها بالوصفه التقليديه العاديه اللي كل الناس بتحب تعملها بتاعت امهاتنا البلدي. وكلنا مع دعاء من فات قديم ونساه، احنا القديم والجديد مع بعضينا. بعد ما الزيت كده غلي ونزلت كده وهاتي بالسمك بالصلاة على النبي، اللهم بارك. شايفين الخشوة؟ والله العظيم بيخشوا الخشوين. لازم السمك تجلبيه مرتين في الزيت وهو في الزيت، حتى لو هو مستوي 5 دقايق كده و5 دقايق كده، مرتين من الناحية دي ومرتين من الناحية دي، بيدي خشولة وطعم جميل، بيبقى ناسس كده وهو ما بيشربش زيت لما تعجلوه على الناحيتين، مرتين من هنا ومرتين من هنا. وادينا هعمل معاكم شوية تاني علشان والله انا مش عايزاه اطول عليكم. واديني معايا هنعمل حاجه سلطه. معايا كده بصل وتوم، ومعايا خضره وجرجير والحاجه طماطم، والتوم اللي انا كنت دجاه منه للسمك، التتبيله اللي هي بتاعت السمك، اللي كزبره والكمون والفلفل الاسود والجرلاوش والشطه كله دجيت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وادينا عصرت ليمونتين حلوين كده بالصلاه على النبي. فانا اللايك والاشتراك كده يا جماعه. اللهم بارك، اللهم صل على كامل النور. شايفين الجمال؟ شايفين الالوانات؟ ونحط الخل بعد ما عصرنا الليمون. الطعم بتاع والله العظيم السلطه، تسيبوا السمك وتمسكوا في السلطه اهو ان الكل جميل. الله اكبر يا جماعه. انتوا عارفين ان انا ما بدليش وصفه لما اكون ضايقاه، لا ده انا ضايقاها 1000 مره وجميله. وفطرت بيها المغرب، كنت صايمه 6 ايام البيض. يتقبل الله مننا ومنكم صالح العمل. ادي الشكل النهائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لايك واشتراك للقناه.